للستات اللي هي عايزة تعمل قاعدة في البيت وعايزة تشتغل وهي قاعدة في البيت. هاتي 10 مثلا فرخات، كتاكيت مثلا ساسو، وربيهم معاكي. وهتجيبي التكلفة طبعا بتاعتهم هتبقى بسيطة. هتنفعي بيتك، ساعة الذبح هتدفعي بيتك، هتحطي في البيت، والزيادة اللي عندك مش محتاجاهم للبيت هتبيعيهم بره. هتجيبي تكلفة الأكل والتكلفة اللي انت عملتيها. فمش هتحتاجي ان انت مثلا ايه، كأنك ربيتي في بيتك ببلاش واكلتي بيتك ببلاش. مش هت... وهتفرحي ان انت جبتي وربيتي حاجة نضيفة في بيتك وحاجة كويسة. وان انت برضو استفدتي برضو من ان انت ما كلفتكيش حاجة. ومتزعليش يعني لو مثلا سعر الفراخ قليل ولا اي حاجة. لا ما تزعليش، لان انت اصلا هتربي، حتى لو مش هتبيعي لبره هتنفعي بيتك. فده فايدة برضو ليكي في طعم وتكلفة وفرحة ليكي انت اصلا انت في بيتك وبتربي وبتبيعي.